صباح الخير. شايفين البانيه الجميل دوت؟ هقول لكم على الطريقه اللي مخليه لونه ذهبي كده وجميل قوي ومقرمش. بصوا جماله، والله والله يا جماعه طالع حلو قوي ومقرمش وجميل. انت بتجيبي كيلو البانيه تشطفيه كده من ايد بتاع الفراخ، بعد كده تحطيه في مصفى يصفي ميته، وبعد كده تجيبي بصلايه كبيره تفرميها في الكبه وتحطي معاها فصين توم، وتحطي معلقة بابريكا ومعلقة ملح، معلقة صغيرة ملح طبعا عشان ما يبقاش حادق. وبعد كده تجيبي البانيه بعد ما تصفى من المية تحطيه في قلب الخلطة ديت، البصل مع الثوم مع الفلفل الاسود مع البابريكا، وتسيبيه منقوع في الخلطة دي حوالي نص ساعة. وكل ما تنقعيه اكتر كل ما يكون اطعم. ادي اول خطوة. تاني خطوة، خلاص نقعتيه وعدت الساعة او نص ساعة، هاتيه بقى وهاتي معلقتين دقيق كبار، عليهم ربع كوباية حليب، عليهم بيضاية، وعليهم فلفل اسود وملح، وقلبي كويس وحطي بقى البانيه. وهاتي طبق تاني يكون فيه فيجيتار. انا عن نفسي بحب الفيجيتار الحار. بعد كده بتطلعي بقى من الخلطة اللي انت كنت ناقعة فيها البانيه، اللي هي عبارة عن دقيق ولبن وبيض، تطلعي بقى قطعة البانيه وتحطيها تغمسيها في الفيجيتار وتحطيها في صينية. عملتي كل البانيه اللي عندك بالطريقة دي، حطيه في الفريزر شوية يتشمع كده ويشرب الخلطة بتاعته اللي انت عاملاها، وبعد كده تطلعيه وتبدأي تقلي. بصي بقى طالع جميل ازاي، احلى يعني مفيش محلات تعرف تعمله زي ما الستات المصرية بتعمل الاكل بتاعها. بصوا جماله حلو جدا وشكله ذهبي كده وريحته حلوة، واتمنى انك تعمليه، واتمنى انك تطبقي الخطوات اللي انا قلتها صح. وعملت جنبيه بقى بطاطس محمره، وعملت سلطه، لان طبعا الجو حر زي ما انتم عارفين، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ما نقفش في المطبخ كتير في الحر دوت. واتمنى تكون الاكله دي او الوجبه دي حازت اعجابكم. حبايب قلبي اللي بيتفرج على الفيديو، من فضلك دوسي على القلب الابيض دوت، خليه لونه احمر علشان تبقى عملتي لي لايك. اتمنى ما تنسونوش في اللايك، واللي مش متابعني يتابعني. قناتي جميله وبتقدم معلومات مهمه وبتقدم حاجات جميله ونصائح حلوه. مش هتندمي ابدا لو تابعتيني. للمره التانية بقول لحضرتك ما تنسيش اللايك، دوسي على القلب الاحمر يا جميله. ربنا يريح قلبك ويسعدك ويرزقك بفرحه ان شاء الله تبكي لها. اترككم في رعاية الله وامنه، واللي عنده اي سؤال او اي تعليق يتفضل في التعليقات يقول لي، وانا تحت امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اترككم في رعاية الله.